موضوعنا اليوم هو موضوع ديال مدينة فاس. مدينة فاس ما يمكن لنا الا نسجلوا ايجابيات واهميه القرارات اللي اتخذت في مدينه فاس. القرارات اللي اتخذت وهي قرارات مهمه، وكنحييو الاجهزه الامنيه والقضائيه على عملها في هذا الجانب هذا، بحيث انه تم تفكيك مجموعه من الشبكات ديال الفساد في هذه المدينه هذه، واللي مسنا مجال التقطاع الى حد انه وصلت للاتجار في الرضع، يعني في الاطفال الصغار في الرضع في المستشفيات. وبالتالي هذا العمل اللي كيدار في فاس هو عمل مهم وايجابي، ولا يمكن الا ان نشيد به وان نشيد بالادوار المهمه والرئيسيه التي تقوم بها الاجهزه الامنيه في هذا المجال، وايضا السلطه القضائيه والوكيل العام للملك لدى محكمه الاستئناف ومحكمه الاستئناف جرائم الاموال وقاضي التحقيق وغرفه الجنايات الاستئنافيه، اي قسم ديال جرائم الاموال في محكمه الاستئناف فاس، وايضا الاجهزه الامنيه. اذا هذا المجهود وهذا العمل اللي كيدار هو عمل مهم واساسي. كنتمناو اولا من جهه يستمر باش ما يكونش موسمي ويرتبط بشي ظرفيه معينه او بشي حاله معينه، وفي نفس الوقت كنتمناو انه ما يستثني حتى واحد، اي المسؤولين والمنتخبين اللي في المدينه ديال او ماشي في مدينه فاس، في الجهه ديال فاس ككل، وفي الجهه القضائيه ديال محكمه جرائم الاموال في فاس اللي النفوذ ديالها الجغرافي نفوذ شاسع جدا وواسع. كنتمناو انه يستمر هذا العمل وما يستثني حتى واحد، اي حتى واحد، عمال وولات ورجال سلطه ومنتخبين ومدراء مؤسسات عموميه وغيرها. ايضا لابد ان نسجل بانه في هذه المدينه ديال فاس، في مدينه فاس ولا في مكناس ولا في كذا، انه كاين الناس اللي دبروا هاد المدن مازال ما سمعناش عليهم حتى حاجه. كاين الناس اللي مشاو دبروا هاد المدن ومشاو في حالاتهم، ولكن ما داو معهم حتى حد، رغم انه طرت كبيره حول الثروات ديال هاد الاشخاص ولا هاد الناس والابناء ديالهم والاولاد ديالهم، وكيفاش ان منهم قاده سياسيين، يعني الناس كيتولاو مسؤوليات قياديه في احزاب سياسيه في المدينه ديال فاس، ما لم يسالوا على تدبيرهم للمدينه ديال فاس، وايضا لم يسالوا حول الممتلكات والاموال ديالهم في الفتره اللي قضاوها في التدبير ديال مدينه فاس، وايضا في المدينه ديال مكناس. اذا هذا عدم مساءله ديال الاشخاص هو غير مقبول، وخص النيابه العامه والاجهزه الامنيه تحمل المسؤوليه في هذا الموضوع، وانه تجبد الملفات ديال هاد الاشخاص ولا هاد الناس كاملين اللي دبروا هاد المدن. علاش كنقول هذا الشيء؟ لانه ما يمكنش المغاربه يقبلوا بالتمييز في اعمال القانون من جهه، وما يمكنش العداله تكون مجزاه، يعني شي وحدين نجيبوهم وشي وحدين اخرين لا الى اخره. لا، تيخص هذه المحاسبه تكون شامله لجميع المنتخبين والمسؤولين ديال الجهه ديال فاس، سواء في هذه الولايه هذه سواء في الولايه السابقه سواء في الولايات اللي دازت، باعتبار ان جرائم المال العام هي جرائم خطيره وجرائم جنائيه. جرائم جنائيه رغم ان احنا كنطالبوا بانه ما يكونش فيها التقادم، ولكن القانون اللي كاين اليوم هو انه كتقادم ب 15 سنه، فكنطالبوا بان جميع الملفات اللي ما طالهاش التقادم انه تخرجها النيابه العامه وتخرجها الاجهزه الامنيه وتقدمها اليوم للقضاء، ويتحملوا الناس المسؤوليه ديالهم ويتحاسبوا على الجرائم والمخالفات اللي ارتكبوا. لانه لا يعقل اليوم. نعطيكم مثال، وهذه الجهه ديال فاس ومكناس، مكناس اليوم اللي شاف المدينه ديال مكناس راه غادي يبكي على الحال ديالها. علاش؟ لانه اشبه بقريه، كراس وسط المدينه، دواب وسط المدينه، حفر في المدينه، بنيات تحتيه حدث ولا حرج، خدمات عموميه حدث ولا حرج. المدن المحيطه بهذه الجهه بحال ميدلت، بحال مدن اخرى كثيره اللي كاينه في هذه الجهه هذه تعاني الفقر والهشاشه والخصص الكبير في البنيه التحتيه وفي الخدمات العموميه وفي المرافق العموميه، وكنشوفوا مسؤولين في هذه الجهه هذه كيفاش انه اغتنوا بشكل فاحش وراكموا ثروات هائله.
ولذلك اليوم تيخص هذه المحاسبه تكون شامله لهذه الجهه ككل، وتسالوا المسؤولين ديالها اللي سيروا دبروا هذه الجهه بدون اي تمييز في اطار ربط المسؤوليه بالمحاسبه. وتيخص النيابه العامه ايضا تحجز على الممتلكات ديال هاد المتهمين، والقضاء خصو يصادرها، والقضاء ايضا خصو يقوم بالدور ديالو في اصدار العقوبات. ما يمكنش واحد متورط في جرائم ديال الاختلاس وتبديد الاموال العموميه والتزوير ونهب المدينه ونهب الجهه انه نسمعوا عقوبات ديال عام او عامين او 3 سنين، بل يجب ان تكون العقوبات رادعه تحقق الردع العام وتحقق الردع الخاص. لان بحال هذا النوع ديال العقوبات اللي كيكونوا مرتفعين يعني تتناسبوا مع الخطوره ديال هذه الجرائم، تعطي ردع عام وخاص، ردع عام بالنسبه للمجتمع ككل، وردع خاص ايضا بالنسبه لهذوك الاشخاص اللي متورطين في هذه القضايا. لان بحال هذه المتابعات وبحال هذه الاحكام اللي كتكون فيها اجراءات صارمه وحازمه وكتكون فيها احكام قضائيه رادعه، هذا الشيء هو اللي كتخلي واحد العدد ديال الناس اللي شلاهبيه واللي بانديه واللي تعتبروا بان السياسه هو مجال ديال الاغتناء وباب من ابواب ديال مراكمه الثروه، انهم يفكروا 1000 مره قبل ما يترشحوا، يفكروا 1000 مره. لانه الناس اللي غتجيبهم الانتخابات باش يراكموا الثروه وباش يقضيو مصالحهم غادي يقولوا نهار الشيطان نبقى عندنا فين نزيدوا، خصنا نرجعوا للور. لان بحال هذه الاحكام هي اللي ممكن انه تردع الناس، والاحزاب السياسيه تنقي الصفوف ديالها وما تبقاش تفرق التزكيات على منهب بودب. لانه لاحظنا اليوم كيفاش ان التزكيات كتعطى لاي واحد، اي واحد، وزعماء الاحزاب بعض زعماء الاحزاب كيفاش تيبيعوا يشريوا في هذه التزكيات، وكيفاش ان هاد المرشحين ولاو تغولوا حتى على هاد الاحزاب، ولاو تيفرضوا الاراده ديالهم على هاد الاحزاب. اذا تيخص الاحزاب حتى هي تنقي الصفوف ديالها وتنظم الصفوف ديالها وتنفتح على الشباب وعلى النساء وتأطر النخب الحقيقيه في المجتمع وتتحمل المسؤوليه ديالها في تخليق الحياه العامه، وما باقيش ترشح الناس اللي عندهم الدمام ديالهم موسخه ومعفونه وعندهم تاريخ اسود ورقم ثروات. راه في فاس مثلا كاين واحد كان غير خدام غير في الطوبيس او معتقل دابا وبرلماني كان خدام في الطوبيس. كيفاش كان خدام في الطوبيس ولات عنده اموال ولات عنده مطاعم ولا عنده داك الممتلكات خطير، داك الشيء خطير. كيفاش ان السياده ديال الافلات من العقاب وضعف حكم القانون وضعف ادوات ديال الرقابه، كيفاش ان الناس تشجعات واغتنت، كيفاش انه واحد ما تيدير والو دخل السياسه ولا من علية القوم، ولا الناس تيقولوا الحاج، ولا الناس ولا تيفك المشاكل ديال الناس في المدينه وفي الجهه، ولات عنده علاقات في مستويات مختلفه في الدوله، ولا السيد تغول. علاش؟ لانه سياده الفساد وسياده الافلات من العقاب والشيوع ديال هذا الفساد والرشوه خلى النخب الحزبيه وخلى الاحزاب انه ما بقاش كيهمها لا النضال لا الديمقراطيه لا حقوق الانسان لا حريات لا والو، ولا تيهمها انه شكون هما الناس اللي ممكن يجيبوا لي المقاعد. لانه دابا ملي كينيغوسي معاك شي حزب وتتفاوض معاك تيقول لك واش في يدك ولا ما في يدكش، واش غتجيب لي مقعد ولا لا. الا ما كنتيش غتجيب لي مقعد تسخر اللور، راه كاين واحد السيد غيجيب لنا مقعد. واش مستعد تمول الحمله ديالك وتعطينا حنا الفلوس للحزب وفي نفس الوقت تجيب لنا مقعد؟ اذا هادو هما الشروط اللي كيشترطوا بعض الاحزاب على هاد المرشحين هادو اللي بغاو يترشحوا للانتخابات. اذا خاص هاد اللوبيات ديال الفساد اللي تكونت في فاس انتعشت، باعت وشرات في العقارات، باعت وشرات في الرخص وفي الوثائق ديال التعمير، باعت وشرات في الرضاع، باعت وشرات في الرخص الاقتصاديه. كيفاش انه فاس ومكلاس الحال ديالهم والله العظيم الى فعلا خاص الشطابه ديال هاد المسؤولين ولا ديال المنتخبين في هذه الجهه، لان الناس ولات كتغوت، ولانه استغلوا ان المغاربه تيصبروا، واستغلوا ان المغاربه ما تيبغيوش المشاكل وتيبغوش الصداع ما تيبغوش الفتن، فتغاو وتغولوا وما بقى حتى حد تيجي معاهم.